السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم طريقة تلوين نواة كوكو. وش نحتاج نواة كوكو. من الأحسن تكون نوعية جيدة، وأحسن حاجة نستعملوها في تلوين نواة كوكو هي هاد لي باتاغومي، يعطيونا اللون والذوق في نفس الوقت. عندي هنا كمية من نواة كوكو، نضيف لها قليل من لاباطاغومي. هنا خيرت باطاغومي بذوق الشوكولا ولون الشوكولا. نحركهم هكذا مع بعض، خلطهم مليح ونبدا نحك نواة كوكو هكذا بين يديا حتى يتشرب مليح هذيك لاباطاغومي ويبدا ياخذ اللون. وكل مرة نزيد له كمية من لاباطاغومي حتى نتحصل على اللون اللي راني حباته. هنا بعد ما تحصلت على اللون اللي راني حباته، واش ندير؟ نجيب بلا نحط فيه نواة كوكو ونوزعه مليح في البلا بهذه الطريقة، ونخليه ينشف من ساعة ونص حتى لساعتين باش نستعمله في تزيين الحلويات. هذه هي النتيجة بعد ما نشف نواة كوكو. استعمال نواة كوكو ملون في تزيين الحلويات يعطيها شكل شباب وأنيق. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم سالمين.